اهلا وسهلا بكم معانا في قناه كودنج بايبل. في الفيديو ده عايزين نتكلم مع بعض عن الدايناميك فاليديشن. تمام. لحد الان احنا شفنا ستاتيك فاليديشن اللي هي بنحط فيها الفاليديتور على الفورم كنترول او حتى الفورم جروب زي ما شفنا الفيديو اللي فات. بمنتهى البساطه بنحطها كده وبنستخدمها. تمام. لكن احيانا بنحتاج ان احنا نشيل فاليديتور ونحط فاليديتور بناء على كونديشن محدده او بناء على ايفنت معين هيحصل في الفورم جروب. تمام. ودي بقى اللي اسمها دايناميك فاليديشن، وده معناه ان الانجولار مديلنا الفانكشنز اللي تخلينا نقدر نعمل الكلام ده. يعني عندي الثلاثه دول بيشيلوا فاليديشن او بيشيلوا فاليديتورز، وعندي الاربعه دول بيحطوا فاليديتور. طبعا اكيد في فرق ما بينهم، بس الاثنين دول يعتبروا زي بعض، مع اختلاف ان دي بنستخدمها علشان نشيل الاسync فاليديتورز اللي احنا لسه هنتكلم عنها، ونفس الكلام الاثنين دول زي الاثنين دول عادي جدا، مع اختلاف برضو ان هم بنستخدمهم مع الاسync فاليديتور فقط لا غير. اوكي. طيب الاول خلينا نتكلم عن الفرق ما بين الكلير فاليديتور والريموف فاليديتورز. كلير فاليديتور من اسمها هي بتشيل كل الفاليديتورز، ما بتفرقش، حاطط 1000 هتشيل ال1000، حاطط مليون هتشيل المليون. ريموف فاليديتورز بتشيل بس الفاليديتور اللي انت حاططه لها من الفاليديتورز الموجوده. يعني انت لو انت بتلاقي فاليديتور واحد بس وانت عندك اربعه، هتشيلك بس الواحد ده، مش هتشيل الاربعه كلهم. طيب الفرق ما بين السيت فاليديتور والاد فاليديتور تعتبر نفس فكره الكلير فاليديتور والريموف فاليديتورز. السيت فاليديتور بتشيل لك كل القديم وبتحط الجديد اللي انت هتديه لها. حاطط مثلا 1000 فاليديتور وهتديها دلوقتي 2، هي هتشيل لك كل ال1000 فتحط الاثنين دول بس. تمام. دي الفكره، ان هي ايه بتعمل زي كانك زي ايه بتعمل ريست لكل الفاليديتورز، بتشيلهم كلهم وبتحط ايه اللي انت هتديه لها بس. اما الاد فاليديتور فهي بتضيف الفاليديتور بس اللي انت هتديه لها. عندك مثلا انت 4 واديت لها واحد، اوكي، فهي هتضيف لك الواحد ده على الاربعه يبقوا 5 فاليديتورز. يعني هي بس مجرد بتضيف زياده، لكن مش بتعمل ريست زي من اول وجديد. ده الفرق بين السيت فاليديتور والاد فاليديتور. طب تعالى نشوف ده بشكل عملي شويه. انا هنا مثلا عندي كلير فاليديتور وعندي سيت فاليديتور. انا هنا عامل فاليو تشينجز على الاد ادرس اند سكيلز اللي هو التشيك بوكس دي، بحيث لو ما كانتش معمولها تشيكد نوت تشيكد، تمام، يعني فولس، فاحنا هنعمل كلير فاليديتور على الادرس والسكيلز على التوين بوتس دول. ولو عملنا لها تشيك ده معناه ان احنا هنعمل سيت فاليديتور، هنحط هنا الادرس ريكوايرد، وهنحط السيت فاليديتور ريكوايرد والمين لينس 5 زي ما حاطينها فوق. تمام كده. تمام. ولو جينا نجربها تعال نشوف. زي ما انت شايف، اول ما بقت نوت تشيك اللي هو الكونديشن دي، عملنا كلير فاليديتور للاثنين، فخلاص ايه اتشالت عادي جدا. لو جينا ضفناها هتضاف تاني عادي جدا زي ما احنا ايه شايفين. تمام. ولو انا هنا جيت ضفت مثلا قيمه اقل من 5 طبعا عشان نشوف، زي ما انت شايف هنا ايه كتب لك من لينس، ونفس الكلام برده لو ايه عملنا انشيكد او انا تشيكد هنلاقيها ايه شال الفاليديشن. تمام. لحد الان تمام جدا. طيب تعال نجرب الريموف فاليديتور والاد فاليديتور. انا هنا هعمل مثلا على السكيلز ريموف فاليديتورز، اوكي، وممكن اجي اعمل هنا عليها دي اد فاليديتورز، وهنخليها مثلا اللي هي ايه ريكوايرد برضو، مفيش مشكله ان هي تبقى اد فاليديتورز. وتعالى نشيل ده مؤقتا بس عشان نشوف حكايه الريكوايرد. تمام. لو جيت ايه زي ما انت شايف عملت تشيك ولا تشيك هتلاقيها ايه اتشالت عادي جدا. طبعا ما ننساش زي ما انت شايف عاملين ابديت فاليو اند فاليديتي، من غير الاثنين دول الكلام ده مش هيحصل. يعني لو وقفت الاثنين دول كده وجيت عملت تشيك ولا تشيك مش هتلاقي اي حاجه اتغيرت خالص، فدول مهمين جدا جدا جدا. طيب نيجي بقى للحاجه المهمه جدا اللي انا عايز اوريها لك. لو انا جيت هنا عملت هخلي ده مثلا هريموف من لينس، وهحط مثلا هنا في الاد فاليديتور من لينس. طبعا خد بالك هنا انك انت ممكن تحط، لو انت عندك فاليديتور واحد بس اللي عايز تشيله او تحطه، ممكن تحطه من غير اري، وممكن تحطه باري، مفيش مشكله، مش هتفرق. تمام. طيب تفتكر دلوقتي انا لو جيت عملت انا تشيك هل هيشيل المين لينس ولا مش هيشيله؟ فكر شويه صغيرين قبل ما تجاوب، ممكن توقف الفيديو وفكر في الاجابه كويس قوي. الحقيقه لو انا جيت عملت انا تشيك مش هيشيل المين لينس. طيب وليه ما يشيلهاش؟ ما انا مديها له اهو عادي جدا. لو انت جاوبت على السؤال بتاع الفيديو اللي قبل اللي فات هتعرف السبب في الموضوع ده. ودلوقتي انا هجاوبك على السؤال بتاع الفيديو اللي في قبل اللي فات، اللي هو الفرق ما بين الفاليديشن فانكشن او الفاليديتور اللي بيرجع فاليديشن فانكشن، او الفاليديتور اللي بيرجع فاليديشن ايرورز، زي مين؟ زي الريكوايرد. تمام. زي ما شايف هنا ايه بيرجع فاليديشن ايرورز. تعال بقى نشوف على الوايت بورد عشان نفهم الموضوع ده بمنتهى البساطه. ايه الفرق ما بين الفاليديتورز اللي هي بترجع فاليديشن ايرورز واللي بترجع فاليديشن فانكشن؟ اللي بترجع فاليديشن ايرورز اسمها
او ده نوع من الفانكشنز اسمه stateless function. يعني ايه stateless function؟ يعني هي ما بتاثرش على او ما بتغيرش الداتا اللي جواها، وما بتاثرش في اي حاجه او في اي داتا حواليها. يعني انا بعمل لها كول في اي حته ما بتاثرش على اي داتا براها ولا حتى جواها، وزائد هي مش بتحتفظ بالداتا. تقدر تقول بمنتهى البساطه ان الكود اللي جواها الثابت مش هيتغير مهما كان، ولو اديت له الانبوتس هي بالظبط هيدي لك نفس النتيجه هي بالظبط في كل مره. طيب الكومبايلر او عامه الجافا سكريبت او كروم بيتعامل مع الفانكشنز دي ازاي؟ ان هو بيعمل اوبجكت واحد بس او بيخزنها مره واحده بس في الميموري. ايه ده؟ معلش، يعني هو انت عايز تفهمني ان كمان الفانكشنز بتتخزن جوه الميموري، يعني مش بس الاوبجكتس؟ تخيل. امال انت فاكر يعني البروسيسور بيعمل اكسكيوشن ازاي؟ انت لو عارف شويه اوبريتنج سيستم هتفهم انك انت كل الكود بتاعك ده لازم يبقى متخزن في الميموري. اوكي. وعندك البروسيسور في عنده حاجه اسمها ريجستر، بياخد انستراكشن باي انستراكشن يخزنه عنده هنا، وبعد كده البروسيسور يعمل له بروسيسنج، وهو بيعمل بروسيسنج لواحد بيروح يجيب الثاني وهكذا. فلازم الكود كله يبقى متخزن على الميموري علشان يقدر البروسيسور يعمل له اكسكيوشن. طيب خلاص، تمام. احنا كده اتفقنا ان الفانكشنز بتخزن في الميموري، فبالتالي هو بيخزن الفانكشن اللي هي ستيتلس مره واحده بس في الميموري للابلكيشن كلها. تمام. طيب بالنسبه للفاليديشن فانكشن او الفاليديتور فانكشن، الفاليديتور فانكشن دي هي عباره عن فاكتوري فانكشن، اسمها كده، اسمها فاكتوري فانكشن، يعني مصنع الفانكشنز. فهم بيسموها مصنع فانكشنز ليه؟ عشان مع كل فانكشن كول بترجع لك فانكشن جديده، وبتعمل في الميموري فانكشن جديده. يعني ايه؟ تعالى بص افهمك بقى بالراحه كده. لما جينا حطينا من لينس اول مره على الفورم كنترول بالطريقه دي، ايه اللي حصل في الميموري؟ عمل لك فانكشن كول، راح حاطط لك ايه؟ فانكشن في الميموري بالطريقه دي، وبرجع لك مين؟ الريفرنس بتاعها هنا. طيب لما انت جيت هنا تعمل ريموف فاليديتورز ليها، فانت هو هنا بيجي يعمل ايه؟ بيبص ده انا عندي فانكشن كول جديده، فاروح اعمل لها واحده جديده في الميموري. فاصبح فعليا انا عندي المين لينس مرتين. الحقيقي اللي موجود في الفورم كنترول هي دي، لكن انا بحاول اشيل دي اللي هي اصلا مش موجوده على الفورم كنترول. يعني هما بالنسبه لي اتنين توأم، مش اكتر من كده. تمام. فبالتالي انا فعليا هنا بشيل الفاليديتور اللي مش موجود فعليا في الفورم كنترول، عشان كده هو مش بيشيله. تمام. ده الفرق ما بين انك ترجع فاليديشن ايرورز او ترجع فاليديشن فانكشن. طيب احنا دلوقتي فهمنا خلاص ان الاثنين مختلفين، الاثنين مش زي بعض. طب انا دلوقتي لو عايز اشيل من لينس لوحده هعمل ايه؟ بسيطه خالص. تعالى نشيل الوايت بورد. هتيجي هنا مثلا ممكن تعمل كده وليكن ايه فاليديتور من لينس. هتيجي مثلا validators.minLens 5، وهتاخد ده هو اللي هتحطه هنا، هو اللي هتشيله من هنا. احنا بس محتاجين نحط this، وهنا نحط this. اوكي. وهو برضو اللي انت اخترت تضيفه ايه بالطريقه دي هنا this، زي ما هو عامل كده بالظبط. اوكي. لما تيجي نجربها زي ما انت شايف اتشالت. ليه؟ لان انا هنا بس بخزن الريفرنس، عملت كود مره واحده فخزنته في او عملت لها مكان في الميموري مره واحده، وبستخدم الريفرنس بتاعه هو اللي بضيفه هنا وهو اللي بشيله هنا. دي نقطه مهمه جدا تاخد بالك منها وانت شغال بالفاليديتورز اللي بتاخد انبوتس، او بالتحديد اللي بترجع فاليديشن فانكشن. طب ملحوظه اخيره، شفنا الفيديو اللي فات ان احنا نقدر نضيف فاليديتور على الفورم جروب نفسها، وده معناه ان الفانكشنز دي كلها موجوده برضو على مستوى الفورم جروب. يعني تقدر تشيل الفاليديتور او تحط فاليديتور، وكمان الابديت فاليو اند فاليديتي على مستوى الفورم جروب. ده لو انت هتضيف فاليديشن بس على الفورم جروب. يعني ما تفكرش ان انت لما تعمل حاجات زي كده على الفورم كنترول وتيجي تقول انا ايه هعمل ناصح واروح اعمل كده اهو ابديت فاليو اند فاليديتي مره واحده بس على الفورم جروب وخلاص. مش هتشتغل خالص، لان ده بس هيعمل على مستوى الفاليديتورز اللي على الفورم جروب، مش كمان اللي جوه الفورم كنترول. فتاخد بالك من النقطه دي. وبكده اكون خلصت الفيديو. لو انت عندك اي سؤال ابعت لنا، وما تنساش لو عندك اي مثلا مشكله او اي حاجه محتاج مساعده فيها ابعت لنا في الجروب على الفيسبوك واحنا هنرد عليك. وكمان لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش تعمل لنا شير وسبسكرايب. تمام. وشكرا جزيلا للاستماع.